الجثة ما كانتش هنا البارح. هكا قالها الحارس العجوز بصوت كيرجف هو كيشوف للممر لتحت في السبيطار المهجور. ضحك عليه صاحبه فؤاد وقال بسخرية: خدام هنا 20 عام، طبيعي تبدا تشوف التخيلات. ولكن الحارس ما ضحكش، بقى غير مركز مع السرير الحديدي اللي في آخر الممر، وفوقه جثة مغطية بغطا أبيض، غير رجليها باينين من تحت، كحلين بحال إلا محروقين ديك الليلة. فؤاد وصاحبه سامي جاو يصوروا فيديو للقناة ديالهم على البلايص المسكونة. هاد السبيطار تسد من 7 سنين بعد ما اختفوا فيه مرضى بطرق غامضة، ومن ذاك الوقت والناس كيقولوا باللي الطابق لتحت فيه أصوات غريبة في الليل. هبطوا ب3 بهم في الدروج، والريحة كانت كريهة وقوية. سامي قال لهم وهو كيوجه الكاميرا للجثة: شي واحد باغي غير يخلع الناس. قرب للسرير وشد الغطا وجبدو دفعة واحدة، ولكن ما كان والو. السرير كان خاوي. رجعوا اللور بخوف، حتى الحارس حلف باللي قبل ثواني كانت الجثة تما. وفجأة ضواو الممر كاملين طفاو، غير ضوء الكاميرا اللي كان شاعل. ومن آخر الممر بدا كيتسمع صوت ديال سرير طبي كيتجر. الصوت بدا كيقرب بشوية بشوية، وفؤاد قال: ما تحركوش. ولكن سامي دور الكاميرا لجهة الصوت، وكان السرير كيتحرك بوحده، وفوقه نفس الجثة، ولكن هاد المرة وجهها كان باين، والعينين ما كاينينش، وفمها محلول بطريقة ماشي طبيعية بحال الفك مفكوك. وفي واحد اللحظة الجثة جلسات بشوية. سامي تفزع وخلى الكاميرا تطيح من يديه، وبداو كيجريو للدرج، ولكن الباب الحديدي تسد بقوة. بقاو كيضربوا في الباب ويغوتوا، بينما صوت السرير رجع من وراهم أسرع هاد المرة. والحارس غوت: ما تلفتوش ليها. ولكن فؤاد تلفت، وفجأة وقف في بلاصتو، وكانت الجثة واقفة قدامه مباشرة وكتبتسم. وفي اللحظة اللي من بعدها فؤاد اختفى بحال إلا تبخر. وسامي والحارس جراو حتى دخلوا لقاعة عمليات قديمة وتخباو فيها، وكانوا كيسمعوا شي حاجة كتجر برا. ومن بعد سمعوا صوت فؤاد كيبكي. سامي جرى باش يحل، ولكن الحارس شدو من يدو وقال: هذا ماشي فؤاد. ومن بعد وراه في واحد الفتحة صغيرة ديال الباب. شاف سامي فؤاد واقف برا فعلا، ولكن جسمه كان مقلوب بطريقة غريبة، راسه داير اللور كامل، وفمه كيتحرك وهو كيقول: أحلوا الباب. بدا الباب كيتهز بقوة، وكل مرة كيتهز فيها صوت البكا ديال فؤاد كيتبدل لضحكة، ضحكة مجهدة ماشي ديال بنادم. ومن بعد سكت كل شيء. دازت دقايق وفتح سامي الباب بشوية. الممر كان خاوي، ما فيه لا جثة وما كاينش فؤاد، غير الكاميرا طايحة في الأرض. شدها وهرب هو والحارس للساحة برا. وفاش صبح الصباح جاو البوليس، شافوا التسجيل ديال الكاميرا اللي كانت طايحة في الممر. ولكن الغريب هو ما كانتش فيه حتى حاجة غريبة، كان فيه غير سامي والحارس كيجريو ويغوتوا في الممر اللي كان خاوي. أما فؤاد فكان واقف معاهم طول الوقت وكيبتسم. وكتبقى هذه عبرة لأي واحد واخا تكون شجاع وتبغي تحاول تدخل لأي بلاصة مهجورة، تفكر باللي فيها ناس مالكين المكان وعايشين من زمان.